بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فمواصلة في قراءة تفسير العلامة السعدي لسورة يوسف عليه الصلاة والسلام. يقول الله عز وجل: وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم. يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. هذه هي المصيبة الثانية والابتلاء الثاني الذي ابتلي به يوسف عليه الصلاة والسلام، وهو أعظم كما سيذكر علامة السعدي رحمه الله تعالى أعظم من الابتلاء الأول، أعظم من الابتلاء الأول، وله من الأجر أعظم وأكثر من الأجر الأول. قال هذه المحنة العظيمة أعظم على يوسف من محنة إخوته وصبره عليها أعظم أجرا لأنه صبر اختيار مع وجود الدواعي الكثيرة لوقوع الفعل فقدم محبة الله عليها. وأما محنته بإخوته فصبره صبر اضطرار بمنزلة الأمراض والمكاره التي تصيب العبد بغير اختياره وليس له ملجأ إلا الصبر عليها طائعا أو كارها. هذا الابتلاء الذي أصيب به يوسف عليه الصلاة والسلام أنه نشأ كما سيذكر المؤلف ونذكر نلخص ما ذكره. هذا الابتلاء أعظم من الابتلاء الأول، لأن الابتلاء الأول مع إخوته هذا أمر في الصبر عليه صبر اضطرار، اصبر لا محالة حتى إذا جزعت، وإذا لم تصبر سوف يفعل بك هذا الأمر أن تبعد عن أبيك. أما هذا فهذا اختيار صبر عليه اختيار، يستطيع أن يفعل لكن قدم محبة الله والخوف من الله على اقتراف هذه المعصية وهذا الذنب. فلذلك يقول عليه جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى الحديث أن صبر يوسف عليه الصلاة والسلام أعظم من صبر أيوب، مع أن أيوب ابتلي ببلاء عظيم ويضرب بصبر أيوب المثل، صبر كصبر أيوب يضرب به المثل، لكن صبر يوسف في هذه المحنة أعظم لأن صبر أيوب كان اضطرارا لأنه أصيب بالمرض، أصيب بفقدان الأهل وفقدان الأولاد، وهذا أمر يحصل. قال العلامة السعدي قال أما محنته بإخوته فصبره صبر اضطرار بمنزلة الأمراض والمكاره التي تصيب العبد بغير اختياره، أصيب بالمرض، أصيب بفقد الأهل بغير اختياره ولا ملجأ له إلا الصبر. هذا الذي ينفعه إذا أصاب العبد هذه الأمراض وهذه المصائب ما معه إلا أن يصبر. إذا أراد الفوز وأراد أن يكون ناجحا وأراد أن يصيب الأجر. أما إذا جزع
فلا المصيبة سترجع ولا الأجر ناله. إذا حصلت مصيبة على العبد هذه حاصلة، إذن العاقل يصبر لكي ينال الأجر. المصيبة حاصلة، لكن إذا صبر نال الأجر. وإن لم يصبر وهذا ليس بعاقل من لم يصبر. ونسأل الله أن يرزقنا الصبر ويلهمنا الصبر عند المصائب. لماذا؟ لأنه لن يرد المصيبة بجزعه إذا لم يصبر. هل سترتفع هذه المصيبة، يعني موت قريب أو مرض له، هل سيذهب المرض؟ هل سيرجع ذلك القريب إلى الحياة؟ المصيبة حاصلة. إذا لم يصبر المصيبة حاصلة، وزد فوق ذلك أنه لا ينال الأجر بل ينال الوزر إذا تسخط على أقدار الله المؤلمة. لكن إذا صبر المصيبة حاصلة وينال يناله الأجر. قال وذلك أن يوسف بدأ يشرع في القصة، في قصة يوسف مع امرأة العزيز. قال وذلك أن يوسف عليه الصلاة والسلام بقي مكرما في بيت العزيز، وكان له من الجمال والكمال والبهاء ما أوجب ذلك. ما هو الذي أوجب؟ كان جميل، يعني أجمل خلق الله يوسف عليه الصلاة والسلام، أجمل بني آدم. قال ما أوجب ذلك. ما الذي أوجب الجمال والكمال؟ ما الذي أوجب هذا؟ أن راودته التي هو في بيته عن نفسه، امرأة العزيز، عن نفسه، أي دعته إلى الفاحشة والعياذ بالله. قال أي هو غلامها وتحت تدبيرها والمسكن واحد، يتيسر إيقاع الأمر والمكروه من غير شعور أحد ولا إحساس بشر. هو غلامها، يعني كالعبد عندها والخادم، والخادم لها وتحت تدبيرها، تقول له اذهب وارجع تحت تدبيرها، لأنهم اشتروه. نعم، وإن كان مكرم، لكن في يعني النهاية هو مشترى تحت تصرفه وتحت تدبيرها. والمسكن واحد، يسكن معها في بيت واحد، ويتيسر إيقاع المكروه أي الفاحشة بدون أن يشعر أحد، لأنه في منزل واحد، ما أتى من خارج المنزل حتى ينظر الناس يروا، إنما هم في منزل واحد. وستأتي الدواعي الكثيرة. قال وزادت المصيبة بأن غلقت الأبواب وصار المحل خاليا وهما آمنان من دخول أحد عليهما بسبب تغليق الأبواب. زد فوق ذلك تحت تصرفها غلامها وفي مسكن واحد لن يشعر أحد. زد فوق ذلك أنها غلقت الأبواب من الداخل، ما أحد، هما المكان خالي، هو وهي فقط، ويأمن من أن يأتي أحد من الخارج. إذا أتى أحد سوف يشعر به، يدق الباب، أن الباب مغلق، ما سيدخل عليهم يعني يفجأهم، إنما سيشعروا به، يدق الباب. تيسرت الأسباب. زد قال وقد دعته إلى نفسها، هي التي دعت، ليس هو الذي راودها. المرأة هي التي يعني قالت له تعال، قال فقالت هيت لك، قال أي افعل الأمر المكروه وأقبل إلي، ومع هذا فهو غريب لا يحتشم مثله ما يحتشم إذا كان في وطنه وبين معارفه، وهو أسير تحت يدها وهي سيدته، وفيها من الجمال ما يدعو إلى ما هنالك، وهو شاب عزب وقد توعدته إن لم يفعل ما تأمره به بالسجن أو العذاب الأليم. كل هذه الأسباب والدواعي إلى فعل الفاحشة، إلى تيسير الفاحشة، دعته هيت لك، ومع هذا هو غريب ليس في بلده. إذا كان الرجل في بلده يخاف أن يفتضح، أن يعرف، ما أحد يعرفه، حتى إذا
حصل منه هذا الأمر ما أحد يعرفه من هو، ما أحد يعرفه، لكن في بلاده يعرفوه فيشاع خبره، فهنا يعني يخاف ويحتشم، لكن قريب لا يحتشم، قريب لا يحتشم. قال أي وأيضا أسير تقدم معنا تحت يدها وهي سيدته، وهي التي طلبت منه وهي سيدته، وفيها من الجمال هذه المرأة ما يدعو إلى ذلك، إلى عمل الفاحشة والعياذ بالله. وهو شاب عزب ليس بمتزوج، وهو شاب عزب ليس بمتزوج. وزد فوق ذلك أنها توعدته بالعذاب وبالسجن إن لم يفعل هذه الفاحشة والعياذ بالله، إن لم تفعل سوف أسجنك وسوف أعذبك. كل الدواعي هذه والتخويف بالعذاب إن لم يفعل، لكن مع ذلك صبر عليه الصلاة والسلام. فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم بما معنى الحديث أن صبر يوسف أعظم من صبر أيوب. أيوب صبر وهو عظيم الصبر وبه يضرب المثل، صبر كصبر أيوب يقال، يضرب المثل في الصبر، لكن أيوب صبر على أمر ليس له منه منجأ ولا ملجأ، مكروه، مصيبة، الأمراض وذهاب فقدان الأهل والمال. لكن يوسف عليه الصلاة والسلام صبر صبر اختيار، هو مخير بين أن يفعل وأمامه. أيوب ليس مخير عليه الصلاة والسلام، أن صبره عظيم، لكن ليس مخير أنه يبعد المرض عن نفسه ويرجع أهله لا يجعلهم يذهبون، ما هو مخير، مضطر. لكن يوسف مخير أن يعمل الفاحشة أو أن يترك، والأسباب الدواعي إلى عمل الفاحشة توفرت وانتفت الموانع. قال فصبر عن معصية الله مع وجود الداعي القوي فيه إلى عمل المعصية. وقد قال لأنه قد هم فيها هما تركه لله، هم في بداية الأمر أن يقع بالفاحشة، لكن تركه هذا الهم لله. قال معاذ الله كما سيأتي معنا. قال وقدم مراد الله على مراد النفس الأمارة بالسوء. هم هذه نفس أمارة بالسوء، لكنه قدم مراد الله، ترك ذلك الهم وخاف من الله. قال ورأى من برهان ربه، وهو ماذا برهان ربه؟ ذكر بعض العلم أنه جبريل، وذكر بعض أهل التفسير غير ذلك، لكن الصواب ما سيذكره العلامة السعدي. قال وهو ما معه من العلم والإيمان الموجب لترك كل ما حرم الله. وهنا فائدة تذكر، وهي أن من أسباب ترك المعاصي تعلم العلم، أن من أسباب ترك المعاصي تعلم العلم، لأن العبد إذا تعلم عرف قدرة الله، عرف عظمة الله، عرف أن الله عز وجل مراقبا له، فهنا يقلل من عمل المعاصي ويترك المعاصي. قال ما أوجب له البعد والانكفاف عن هذه المعصية الكبيرة. وقال معاذ الله أي أعوذ بالله أن أفعل هذا الفعل القبيح، لأنه مما يسخط الله ويبعد عنه، ولأنه خيانة في حق سيدي الذي أكرم مثواي، فلا يليق بي أن أقابله في أهلي بأقبح مقابلة، وهذا من أعظم الظلم، والظالم لا يفلح. قال معاذ الله، هذا لا يمكن، أعوذ بالله أن أفعل هذا الفعل القبيح، لأنه مما يسخط الله ويبعد عن الله، وأيضا خيانة في حق سيدي الذي أكرمني. سيده زوج هذه المرأة أكرمه وأحسن مثواه أكرميه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. وهذا قال ظلم، هذا ظلم، خيانة وظلم، وهذا من أعظم الظلم وأعظم، والظالم لا يفلح. قال والحاصل أنه جعل الموانع له من هذا الفعل، يوسف عليه الصلاة والسلام جعل الموانع له من أن يقع في هذه الفاحشة وفي هذا
يعني الذنب القبيح؟ قال: تقوى الله، ومراعاة حق سيده الذي أكرمه، وصيانة نفسه عن الظلم الذي لا يفلح من تعاطاه، وكذلك ما من الله عليه من برهان الإيمان الذي في قلبه يقتضي منه امتثال الأوامر واجتناب الزواجر. والجامع لذلك كله أن الله صرف عنه السوء والفحشاء، أي وفقه، أن الله عز وجل وفقه وأعانه وأيده بأن صرف عنه السوء والفحشاء. لماذا؟ قال: لأنه من عباده المخلصين له في عبادتهم، أي مخلص لله عز وجل في عبادته، وكذلك الذين أخلصهم الله، إنه من عبادنا المخلصين، يشمل أنه مخلص في عبادة الله، ويشمل أن الله عز وجل أخلصه من بين العباد، أي اختاره واصطفاه واجتباه. قال: الذين أخلصهم الله واختارهم واختصهم لنفسه وأسدى عليهم من النعم وصرف عنهم من المكاره ما كانوا به من خيار خلقه، ما كانوا به من خيار خلقه. فيوسف عليه الصلاة والسلام نبي، يوسف عليه الصلاة والسلام نبي، وهو من خيار خلق الله، من خيار خلق الله. قال: ولما امتنع. وهنا فوائد وعبر كثيرة تذكر في هذه القصة، لكن سيذكر العلامة السعدي رحمه الله تعالى في آخر تفسير هذه السورة هذه الفوائد والعبر المستنبطة من هذه القصة، فلا نطيل في ذكر الفوائد لأنها ستأتي معنا في الأخير. قال: ولما امتنع من إجابة طلبها بعد المراودة الشديدة ذهب ليهرب منها ويبادر إلى الخروج من الباب ليتخلص ويهرب من الفتنة، فبادرته إليه وتعلقت بثوبه فشقت قميصه، فلما وصل إلى الباب في تلك الحال ألف يا سيدها، أي زوجها، لدى الباب، أي وجد، فرأى أمرا شق عليه فبادرت إلى الكذب وأن المراودة قد كانت من يوسف، وقالت: ما جزاء من أراد بأهلك سوء، ولم تقل من فعل بأهلك سوء، تبرئة لها وتبرئة له أيضا من الفعل. وإنما النزاع عند الإرادة والمراودة إلا أن يسجن أو عذاب أليم، أي أو يعذب عذابا أليما. لما امتنع يوسف عليه الصلاة والسلام من إجابة طلبها من أن يقع في الفاحشة، أراد أن يهرب من الفتنة، أراد أن يهرب من الفتنة ومن هذه المراودة، فهرب إلى الباب، جرى إلى الباب لكي يخرج. فلما هرب تبعته وأمسكته من خلفه حتى شقت قميصه، أي حتى انقطع قميصه، الثوب الذي عليه تعلقت به حتى قطعت قميصه. فلما وصل إلى الباب هي تحاول أن ترجعه وهو يهرب إلى الباب، وصل إلى الباب فتح الباب وجد عند الباب سيده وسيدها، أي زوجها العزيز. فلما رأى العزيز هذا المنظر، يعني يوسف عليه الصلاة والسلام مع امرأته وهما لوحدهما، ويوسف قميصه مقطع، شق عليه، يعني خالية لوحدهما في البيت وقميصه مقطع، ماذا يتوهم؟ الفاحشة والعياذ بالله. قال: فلما وصل قال زوجها فرأى أمرا شق عليه، فلما رأى هذا الأمر تغير وجهه مباشرة. امرأته بادرته بالكذب على يوسف لكي تبرئ نفسها وتتهم يوسف مباشرة. قالت أن المراودة كانت من يوسف. قالت: ما جزاء من أراد، ولم تقل من فعل، تبرئة لها، لأنه لم يحصل الفعل، تبرئة لها وتبرئة ليوسف من الفعل، إنما المراودة. من أراد بأهلك سوء، اتهمت أن يوسف هو الذي راودها، إلا أن يسجن أو عذاب أليم. عند ذلك يوسف هي اتهمته،
ماذا على يوسف؟ أن يبرئ نفسه، أن يبرئ نفسه. وهكذا كل من حصلت عليه تهمة عليه أن يبرئ نفسه إن كان بريء من هذه التهمة. قال فبرأ نفسه مما رمته به وقال هي راودتني عن نفسي، فحينئذ احتملت الحال صدق كل واحد منهما ولم يعلم أيهما، ولكن الله تعالى جعل للحق والصدق علامات وإمارات تدل عليه وقد يعلمها العباد وقد لا يعلمونها. فمن الله تعالى في هذه القضية بمعرفة الصادق منهما تبرئة لنبيه وصفيه يوسف عليه السلام، فانبعث شاهد من أهل بيتها يشهد بقرينة من وجدت معه فهو الصادق. عند ذلك عندما هي اتهمت يوسف ويوسف برأ نفسه احتمل الحال، من الصادق ومن الكاذب؟ هل هي الصادقة أم الكاذبة؟ هل يوسف الصادق أم هو الكاذب؟ احتمل عند العزيز، احتمل عند العزيز من يعني هو الصادق ومن هو الكاذب. ولكن الله عز وجل جعل علامات وإمارات تدل على يعني من هو الصادق ومن هو الكاذب، قد يعلمها العباد وقد لا يعلمونها. فمن الله عز وجل في هذه القضية بمعرفة الصادق وهو يوسف لا شك ولا ريب، لأجل أن يبرئه من هذه التهمة العظيمة وهذه الفرية الكبيرة. فجاء انبعث شاهد من أهل بيتها، أي جاء حكم من أهل بيتها يشهد بقرينة إن وجدت هذه القرينة فتظهر الصادق من الكاذب. فقال إن كان قميصه أي قميص يوسف قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين، لأن ذلك يدل على أنه هو المقبل عليها المراود لها المعالج، وأنها أرادت أن تدفعه عنها فشقت قميصه من هذا الجانب. إن كان قميصه قد أي جمع قد أي جمع هكذا، ويعني بماذا نقول يفهم هذا أنه إن كان يعني جمع من الأمام ويعني حصل المسك له من الأمام، حصل أنه أمسك من الأمام. إن كان قميصه قد من قبل أي أمسك من الأمام فهي الصادقة. لماذا؟ لأن في هذه الحالة هي تدفعه، هو يريدها وهي تدفعه. إذا جاء إليها وهي تدفعه من أين سيكون يعني إمساك القميص؟ من الأمام، إمساك القميص سيكون من الأمام. قال إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين، هو المراود وهي التي تدفعه صادقة وهو كاذب. قال وإن كان قميصه قد من دبر، أيضا قد بمعنى شق أي قطع من دبر فكذبت وهو من الصادقين، لأن ذلك يدل على هروبه منها وأنها هي التي طلبته فشقت قميصه من هذا الجانب. وإن كان القميص حق يوسف عليه الصلاة والسلام قطع وشق وقد جمع من الخلف فكذبت لأنه هو أراد الهروب وهي تمسكه من الخلف فصدقت فكذبت وهو من الصادقين. قال فلما رأى أي الحكم والشاهد قال فلما رأى قميصه قد من دبر عرف بذلك صدق يوسف وبراءته وأنها هي الكاذبة، فقال لها سيدها إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم، وهل أعظم من هذا الكيد الذي برأت به نفسها مما أرادت وفعلت ورمت به نبي الله يوسف عليه السلام. فلما رأى الشاهد ولما رأى السيد أن القميص قد من دبر عرفوا
أنها كاذبة، أنها هي التي راودته، وأن يوسف صادق، وأنه بريء. فقال لها سيدها: إنه من كيدكن، هذا من كيدكن. وأي كيد أعظم من أن تبرئ نفسها مما هي واقعة فيه؟ هي التي راودته، وزد فوق ذلك أنها برأت نفسها، هو الذي راودته. قالت: ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. قال: ثم إن سيدها لما تحقق الأمر قال ليوسف: يوسف أعرض عن هذا، أي اترك الكلام فيه وتناسه ولا تذكره لأحد طلبا للستر على أهله، واستغفري أيتها المرأة لذنبك إنك كنت من الخاطئين. فأمر يوسف بالإعراض وهي بالاستغفار، أو فأمر يوسف بالإعراض وهي بالاستغفار، يصلح هذا وهذا. إذن بعدما تبينت الحقيقة وأن يوسف بريء صادق وأنها كاذبة، قال سيدها أي زوجها، قال مخاطبا يوسف: يوسف أعرض عن هذا، لا تتكلم به لأحد، واستر واكتم ما حصل لأجل الستر على زوجته واستغفري. ثم التفت إليها وقال أو طلب منها أن تستغفر من هذا الذنب، إنك كنت من الخاطئين. نكتفي بهذا القدر إلى هنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.